انت تعرف ان في سنة 2016 هاكر واحد بس من ليتوانيا قدر يضحك على موظفين في جوجل وفيسبوك بإيميلات مزيفة وخلاهم يحولوا له 100 مليون دولار. الهاكر مش دايما بيقعد يكتب اكواد ويفك شفرات زي ما بنشوفه في الافلام، لا خالص، مش زي ما انت فاكر. الهاكر اذكى من كده بكتير، هو بيستخدم نقطة ضعف واحدة بس وهي ثقتك انت. يعني تخيل معايا مثلا كده ايميل يوصل لك شكله رسمي جدا من فيسبوك او من البنك مثلا، بيقول لك في مشكلة في حسابك، سجل بسرعة من اللينك ده. وانت طبعا هتسجل، انت في مشكله في الحساب يا جماعه، هنعمل ايه طيب؟ وانت طبعا تدوس وتدخل بياناتك بنفسك، وساعتها هتبقى وقعت في فخ اسمه الفيشنج. وده مش كلام في الهوا على فكره، لا ده حصل فعلا. انتوا شايفين بقى ان الهاكر مش بيكسر الابواب، لا الهاكر بيخليك انت تفتحها بنفسك، وده اخطر نوع من الاختراق، انك تسلم كل حاجه بايدك. لكن ما تقلقش، في الفيديو الكامل احكي لك قصص واقعيه حصلت فعلا غير دي واخطر من دي كمان، وهقول لك ازاي تحمي نفسك. وما تنساش تتفرج على الفيديو الكامل على يوتيوب. سلام.